الحكاية هتبتدي دلوقتي. في يوم حرس الرئيس جمال عبد الناصر لقى فيه 3 رهبان داخلين عليه وطالبين يقابلوه. طب ايه المشكله يا جماعه؟ لا والله مفيش مشكله ولا حاجه. طب انتوا عايزين تقابلوا الرئيس ليه يعني؟ معلش اصل الموضوع سري شويه. طبعا الحرس كان متعود ان مفيش رهبان بييجوا يقابلوه من غير ميعاد مسبق، فراحوا مكلمين البابا كرولوس السادس اللي كان البابا وقتها. رد عليهم وقال لهم انا ما بعتش حد. ردوا خلى الحرس يقلق اكتر وشكوا اكتر في ال3 رهبان دول. البابا قال لهم بسيطه، قدموا لهم شاي بلبن، لو ما شربوهوش يبقوا فعلا رهبان، لان الوقت ده كان وقت صيام، ولو شربوه يبقوا مش رهبان. وفعلا شربوا الشاي باللبن وطلعوا ان هم كانوا في مهمه لاغتيال جمال عبد الناصر. بس الشاي بلبن هو اللي كشف الموضوع. الحكايه دي تم ذكرها في مقال صحفي سنة 2005. متخيل ان كوباية شاي بلبن انقذت مصر؟ عشان كده الشاي مكون رئيسي في حياة المصري. طب ليه يعني هو مهم كده؟ وايه حكايته؟ شوف بقى يا سيدي، بداية قصة الشاي مع المصريين طويلة قوي. في ناس بتقول انها بدأت في القرن 19، وفي ناس بتقول انها بدأت مع وجود العثمانيين في مصر، بحكم ان الاتراك كانوا بيشربوا الشاي. وقتها ما كانش معروف زي القهوة والكركديه اللي المصريين كانوا بيشربوه، وكمان كان غالي ويعتبر مشروب للبشوات. لكن الدنيا بتتغير. اول ما الحلو الاسمراني نزل على الترابيزات الحال اتبدل تماما. ممكن نتخيل ان رحلة الشاي في مصر زي اي ترند بينتشر، عامل زي الماتشا كده ايها المشاهد الجميل، لكنه طلع ترند اصيل قوي ومد معانا لاكتر من 200 سنة. هو صحيح المصريين استغربوه شوية في الاول، كانت القهوة التركي منافس شرس جدا، بس ركز فيها كده، مشروب مش محتاج غير شوية مية مغلية بس كده. انت فاكرني هكمل وشكرا خلاص؟ لا هنستنى ننقعه ولا نسقعه زي الكركديه، ولا هنخاف يفور زي القهوه، ولا حتى الوش يروح. حاجه في السريع تنجز الناس اللي واقفه على رجلها طول اليوم، تاخد يا دوب استراحه محارب. الشاي دخل دماغ المصريين، والكافيين اللي فيه زود الانتاجيه وصحصح الدماغ، وبقت العلاقه ما بين الشاي والمصريين علاقه متبادله التاثير. هقول لك ازاي. بص يا سيدي، احنا شعب بنحب السكر الزياده عموما، فحطينا على الشاي سكر وزودناه واحيانا لبن. وزي ما الشاي صحصح دماغ المصريين وعلاها وعلى كمان معاه الدوبامين، فالمصريين كمان ادوا للشاي مكانه محترمه، وبقى هو المشروب الرئيسي بعد الميه على الفطار، بعد الغداء في الافراح، في العزومات، في الشغل. يا راجل ده حتى في اقدس اللحظات موجود. شفت انت الراجل الحاج المصري اللي بدل ما يطلب شمسيه على جبل عرفات طلب كوبايه شاي؟ بلاش دي يا سيدي. في قصه بتقول ان في واحد كان فاضل له على حكم تنفيذ الاعدام 5 دقائق بس. 5 دقائق يا مؤمن. فبيسالوه بيقولوا له نفسك في ايه؟ قال لهم كوبايه شاي. انت متخيل الشاي عمل فينا ايه؟ ما هو طبيعي ان المصري يستهلك 3 كيلو شاي في السنه، بس انا حاسس ان هم اكتر من كده. وباستمرار العلاقه ما بين الشاي والشخصيه المصريه كان لازم طبعا يمر على الطبقات الارستقراطيه الغنيه يعني عشان يعملوا حفلات شاي زي التقاليد الانجليزيه. بس الموضوع في مصر ما استمرش على كده، لانه مشروب عشري كده وبيحب اللمه. لما اكبر من حفله شاي، لمه القهوه مثلا، المصريين بمختلف طبقاتهم حبوا الشاي، بس ميزوا بحاجه محدش من شعوب العالم الشرقي ميزوا بيها، وهي اللمه والونس والمزاج. صحيح انه في الصين واليابان ليه مكانه خاصه ورساله اصيله، وهي الاسترخاء والهدوء، بس المصريين زودوا عليه قيمه اللمه، وده اللي كان اعلانات شركات الشاي في مصر بتدور عليه. واول واحد عمل كده هو كان صاحب شركه شاي الشريب، لما قرر ان لوجو الشركه يكون صوره لراجل عجوز مبتسم شبه اي راجل مصري في زمن الخمسينيات، عشان يحسسك بالانس والنهايه تعالى اشرب شاي. بس خليني بقى اصدمك بحقيقه، جهز نفسك وخد بق الشاي. الحقيقه بقى ان الشاي المصري ما طلعش مصري، معظمه بيجي من كينيا وسريلانكا. مصر بتستورد 60,000 طن شاي سنويا، وده بيكفي ان انت تقدر تملى 15 ملعب كرة قدم. وفي سنة 1994 كان في 225 شركة شاي في مصر. طبعا العدد الضخم ده يقلق قوي، لان الشركات دي ما كانتش تحت اي سلطة رقابية، وده ادى فرصة للشركات دي انها تعمل مخالفات كتيرة قوي. وبتحليل عينات من انواع كتير طلع فيه نشارة خشب وورق ملوخية وبودرة حديد، والله العظيم بودرة حديد. مع مرور الوقت اغلب الشركات دي اختفت، وبقى في رقابة اكتر على تعبئة الشاي، وان في بصيص امل كده جاي من بعيد بيقول ان ممكن يبقى في شاي مصري يتزرع في مصر. تجربة قام بيها بعض الباحثين المصريين سنة 2004، وكانت التجربة لا بأس بها، بس للأسف المشروع ما كملش، لأن المناخ في مصر ما بيديش الأمطار الغزيرة اللي محتاجها شجر الشاي. بس يجي السؤال المهم، ليه ده؟ ليه التعلق الشديد والاستهلاك الكبير جدا للشاي؟ الشاي مش بس مشروب، ده مخدر طبيعي. السنين والكافيين اللي موجودين في الشاي بيتفاعلوا مع الدوبامين في المخ، وده بيخلق احساس السعاده والراحه. وزي ما السير توماس ليبتون، ايوه الراجل الكبير خالص بتاع ليبتون، كان بيقول ايه بقى؟ اربح بسرور واخسر بابتسامه. شكل الراجل ده كان شريب شاي اصيل، وتقريبا كده كان بيداوي احزانه بكوبايه شاي. بس الشاي شكله عمره ما خذل السلم ولا خذل المصريين. انت اكيد سمعت عن الحب في زمن الكوليرا، بس عمرك سمعت عن الشاي في زمن الكوليرا؟ بص بقى، في قصه اتنقلت على لسان اجدادنا بتقول ان في قريه صغيره في الصعيد في وقت كان في وباء الكوليرا منتشر. القريه دي كانت من اقل القرى تضررا، ولما سالوا عن السبب اكتشفوا ان اهل القريه كانوا بيشربوا شاي طول اليوم، لدرجه ان هم كانوا بيغسلوا وشهم
من الميه اللي بتفضل بعد غليان الشاي، ودي عاده غريبه لكن انقذته. عشان تعمل كوبايه شاي انت بتعمل ايه الاول؟ تغلي الميه، والخطوه البسيطه دي هي اللي كانت منقذه. تخيل بقى ان كوبايه الشاي اللي كنت بتشربها عشان تروق كانت بتنقذ حياتهم من الموت. المشروب اللي كان بالنسبه لنا مزاج كانت بالنسبه للصحه العامه وقتها طوق نجاه. ده مش كلامي، دي معلومات تاريخيه وصحيه موثقه. الباحثين والمؤرخين بيتفقوا على ان انتشار الشاي في مصر كان ليه تاثير ايجابي كبير على الصحه العامه في الفتره دي وقتها. بعد الرحله الطويله دي جدا مع الشاي، قول لي بقى بتشرب شاي ايه؟ كشري ولا صعيدي ولا بوسطه ولا حتى طياره ولا منه فيه؟ ما تستغربش، دي كلها اسماء لطرق عمل الشاي اخترعها المصريين. طياره ده يعني شاي فتله مثلا، بوسطه يعني سكر بر، منه فيه يعني بلبن. بس الظاهر ان الكشري والصعيدي اشهر طريقتين، وفي انواع كتير. لو انت بقى شريب اصيل اكتب لنا في الكومنتات. انت حاسس كده اني خلصت؟ لا بص دي بقى الشاي التقيل اللي المصريين بيشربوه ده في ماده اسمها التانين. التانين ده لما بيزيد عن حده بيمنع امتصاص الحديد في الجسم. يعني المصريين من كتر حبهم للشاي عندهم معدلات انيميا اعلى من باقي الشعوب. بس في الجانب المقابل الشاي بيحمي من السرطان وامراض القلب. من الاخر الشاي مش بس ارتبط بالحاله المصريه، لا احنا عندنا علاقه خاصه بالشاي. ولان في شعوب كتير بتقدر الشاي وان الشاي ده من صلب ثقافتهم، بس صعب تلاقي علاقه رايحه جايه سريعه وبطيئه في الزحمه وفي الروقان زي علاقه المصريين والشاي. سواء كنت تعرف شعوب بتقدر الشاي وبتحترمه او لسه ما اكتشفتهاش، صدقني مش هتلاقي سحر كوبايه الشاي في البلكونه المصريه في اي حته في العالم. بس كده ايها المشاهد الجميل، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وسلام.